عليكي بقى، انت هتفضلي كده تشيلي وتحطي في موال سرياض دوت وتحرقي في دمك؟ ما ينفعش كده. ما تنكريش بقى ان سرياض سندك في شغلك وبقى ايدك اليمين. انا قصدي اقول يعني اسم النبي حارسهم، يعني السي حسام والمزمزيل منال بيصرفوا ياما من غير ما يشقوا زي سرياض، ما هو شقيان. خلاص اعملي بقى اللي انت عايزاه. انت بقالك 10 سنين دلوقتي وانت مش موافقه وكل يوم بتتخانقي معاه. جايز المره دي ربنا يهديه ويسمع كلامك النبادي. يوه، احنا مش قلنا هنعمل زي الاستاذ يوسف ما قال ونهاوده كده لحد ما نعرف ميته ايه؟ يبقى نصيبه كده، هنعاند النصيب. يبقى ساعتها بقى تجري على الاستاذ يوسف وتحلي له بقه اللي بينقط حكم ده. يوه، طب ما انت بتروحي له في الاشكالات بتاعتك وتقولي له الحقني، وترجعي بقى تنفذي اللي هو بيقولك عليه. ربنا يلم شمسك ويسعد قلبك ويرجعهولك مهتدي وطايع ويقولك امين. ده الاستاذ يوسف طيب وطيبة الدنيا كلها فيه، ولازما ولابد في يوم من الايام هيحس انك انت لسه متشعلقه في حبه وهيرجع لك. سلامة قلبك يا ست الكل، ربنا يرضيك يا ابني. لا يا حبيبي، هي بس بتكلمني علشان الشقة اللي واخداها في الجيزة، يعني عاوزاني اروح اشقر عليها. ربنا يريح قلبك يا حبيبي. يا حبيبي ربنا يسترها معاك دنيا واخرة. يا رياض يا ابن الست سرية، يا دي الغلب يا ربي. يعني مش كفاية انت واخداه عند، يعني لا بتحبيه وكمان ما انتش مطمنه له؟ يهو، وايه اللي جبرك على كده يا اختي؟ ما تفضينا من الحكايه دي. مش كفايه مشحططه نفسك ومشحططه عيالك وجايه دلوقتي تقولي مش طايقاه؟ ما بلاها الحكايه دي. اعملي زي الافلام، تجيبي عده تليفون تانيه وتحطيها عندك في حته بعيده، ولما يجي يتكلم في التليفون تبقي تسمعي هو بيقول ايه، يمكن تعرفي حاجه مخبيه عليك. الله، الواحد كان نفسه في الحاجات دي من زمان. ايه بقول لها ايه بقى؟ انت مالك عمال ترمي كلام كده مش مفهوم؟ مالك يا ابن الناس؟ وهتزعل من ايه بقى؟ ايه يا ابني بس تخرج ايه وتدخل ايه؟ انتوا مالكوا شادين كده من ساعه ما دخلتوا؟ في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. استر يا رب، وقعت ابوك سودا الليله دي. قرضينا بالهم والهم ما رضوش فينا. انا هشردك الليله دي يا توفيق، ما تخافيش. انا هفتح الباب واروح اجيبه من قفاه وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. ليلته اسود من قرن الخروف. وصلت بيك البجاحه والتناحه انك تقطع جسمها بالخرطوم وتكسر دراع ابنك يا ظالم. يعني هي كانت المرة اللي فاتت قالت لي إنها حامل ولا أنا اللي عرفت لوحدي؟ أبيع العشرة بتاعتهم دي كلها. غصب عني يا ضميري، غصب عني والله. كنت لازم أشتغل عشان أربيكي كويس وأجوزك وأجهزك عشان ما تتمرمطيش. أنت ما تعرفيش أنا بعد ما اتطلقت من أبوكي ورمانا في الشارع حصل لي إيه؟